عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليك. مانشستر سيتي حامل اللقب، بطل الثلاثيه، الفريق اللي كان بيخوف اي حد فجاه بقى فريق مهلهل. خسر 5 من ارسنال، خسر 4 من باريس، خسر 4 من توتنهام، وخسر 4 من سبورتنج لشبونة، غير الهزائم المحلية طبعا من استون فيلا، مانشستر يونايتد، ليفربول، برايتون، بورنموث. رابع في الدوري متأخر ب 15 نقطة عن الصدارة، وفي دوري الأبطال صعد بالعافية في آخر مباراة وكان خسران فيها أصلا. الفريق لا بيعرف يدافع ولا بيضغط ولا بيهاجم، مساحات في كل حتة، أخطاء وكأن اللعيبة أول مرة تلعب كورة. دي أسوأ نسخة من بيب جوارديولا في مسيرته بالكامل. لكن تعالوا احكي لكم عن اللقطه بتاعت النهارده، اللقطه اللي تساوي موسم كامل. اللاعب اللي قدامك ده اسمه لويس سكايلي، ظهير ارسنال. الشاب ده عنده 18 سنه. الولد ده اول مره لعب مع الفريق الاول كان ضد مانشستر سيتي، بس في الدور الاول نزل في الدقيقه 92، بس حصل موقف سخيف جدا. هالاند قرب منه وقال له انت مين يا ابني؟ سكايلي وقتها ما عرفش يرد وما ردش، بس النهارده رد في الملعب في الدقيقه 62. سكايلي بيشوط صاروخ بقدمه الضعيفه، وجول الثالث لارسنال. احلى ما في الموضوع احتفاله بنفس احتفال هالاند، كأنه بيقول له عرفت انا مين بقى. لكن القصة ما خلصتش هنا. ارسنال مرمط مانشستر سيتي وكسبها طبعا 5-1. الجمهور كله بيغني لهالاند تواضع تواضع. جابريال بيحتفل في وشه وبيقول له تواضع يا نجم، وبيشد الشورت بتاعه وبيقول له طبعا روح هات لي الجزمة بتاعتي. هالاند بيحاول يسلم على جابريال وجابريال سابه بايده ممدودة على الفاضي. بعد كل ده المفروض هالاند يتهز شويه، يتعقد نفسيا، ياخد جنب، ما يتكلمش. مش بس كده، لا ده الراجل عمل ايه بقى هالاند؟ ابسوليوتلي لا، الراجل راح لجمهور ارسنال، ضحك ضحكه صفرة كده وشاور على شعار البريميوم ليج اللي موجود على التيشيرت بتاعه. انتوا لسه ما عرفتوش تكسبوا الدوري الانجليزي زي كده. ايرلينج هالاند لما الكلاحه تتجسد في شخص معين. سلام.